لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بهدلنا اخر بهدلنا. والله بهدلنا والله. بهدلنا اخر بهدلنا. والله انا عاديته وهو طول النهار الله المستعان قاعد على اخر كحة برد بقى. الله مش قادر. فهو كان بيصحى معايا، صحي معايا بدري يعني للسوق، فخد برد. فالحمد لله لازم يعني ايه ربنا لازم يدوق معايا شويه من اللي انا ضايقاه بقى اكتر من يجي اسبوعين 3 ده. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب العالمين. يلا بقى النهارده كان السوق وصاحيين من الفجر يا عيني والله العظيم، والجو كان تلاجة. ودلوقتي انتوا عارفين واقفه معاكم وهين عليا والله العظيم. هين عليا ان انا يعني اجيب راكيه كده واقعد اتدفى عليه من التلج اللي احنا فيه. جبت سمك النهارده، طبعا انتوا عارفين ان معظم الوقت يوم السوق بحب اجيب سمك فيه عشان ايه يعني ما بناكلوش خلاف الاسبوع وكده. فجبت سمك روسي مصوراه معاكم، اللي هو المكريل، بس جايبه الصغير شويه. انا حبيت الصغير ليه؟ مع ان الفرق ما بين ده وده 5 جنيه يعني مش فلوس، انما انا حبيت الصغير عشان خاطر بس ما تبقاش السمنه اللي فيه تصدني وانا باكله. تاني بجيبه الكبير بيصدني قوي في الاكل عما باكله، فقلت اما اجيب ده يبقى ايه تغيير كده عن الكبير. فان شاء الله باذن الله هنعمله النهارده، هنعمل 2 في الفرن. ماشي انت شايفه. وانا عايزه اكل انا مقلي، انا هاكل انا مقلي وهو ياكل في الفرن. عايزين النهارده بقى كده وكده ماشي. نغير كده مع بعض. اهم حاجه بقى اللايك، واهم حاجه الاشتراك للي ما اشتركش، وتحطوا لنا اللايكات كده وادعوا لنا كده في ظهر الغيب، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. وبشكر كل حد بيكتب لي كلمه طيبه، ربنا يصلح حالكم يا رب العالمين، ولكم بالمثل باذن الله. ويلا نقول ايه؟ بسم الله. يلا يا باشا. يلا انت ولا يلا يا عشان انا يلا. يلا مو توكل على الله، مش قادر والله تعبان خالص. يا بنتي توكل على الله، ما هي كالعاده بقى يعني ايه، طبعا كالعاده بقى يا سمك يعني بقى ايه. انا ارتاح شويه. اسمه ده هنا في انا حاطه توم، حاطه هنا يجي ايه 5 6 فصوص من التوم، شويه خل بقى. كفايه بقى والنبي ما تكتروش. هذا الخل يا بنتي بيدي طعم جميل جدا في السمك. حطيت قد ده شايفين؟ الخل بيدي طعم جميل جدا في السمك والله. مش عارف مين اللي مديكي فكره يعني ايه. مش حكايه مش بكتره، مش حكايه ان انت حبيته يعني هتقرف اللي جابونا بقى. زيت عندك بقى كده. انا قاعده هنا على الطاسه عشان خاطر ايه احمر الباذنجان ده. ومعانا قرنين فلفل كده نحطهم برضو. بسم الله. اهمت ونعصر الليمون وبشوف الباذنجانيه هنا برضو. بعد ما فتحتها وكنت هقليها قلت لا يلا نشوي ديت ونقلبها. عصرنا الليمون وحطينا الفلفل. ماشي. ما حطيتش قرن شطه ليه؟ هجيب لك قرن شطه وحط التوابل. يلا حط توابل ايه بقى؟ كزبره. الكزبره والكمون والشطه والبابريكا يعني هم دول يعني. ادي الكزبره. ما تزودش عليها. اهم حاجه في السمك ما تزودش عن كده. الكمون يا جماعه والكزبره. الكمون والكزبره. طبعا انت مش عايزها حراقه النهارده صح؟ لا ما تكترش قوي يعني. انا قلت لك حط يعني ما تسوقش فيه. ماشي. شويه بابريكا من كل حاجه كده نص معلقه بس صغيره. خلاص حلو قوي كده يعني. ولا الشطه بقى طالما احنا حطينا فلفل. ولا بلاش شطه. انت حطيت شطه؟ بقول يعني بلاش شطه بقى. شطه حمراء يعني. هو ده هي شغل هي في رشاد فرح بقى ولا ايه؟ والله. فيها يا ابني. عارفه بقى كمان ده ممكن بقى امور بقى. ملح. انت ما حطيتش الملح. هنحط الملح ونحط البتاع اللي انت حاطه ده. لا السمك الحاجات الاساسيه. والله الحاجات دي جميل. الزعتر والبتاع ده جميل جدا في السمك على فكره. لا حط شويه ملح. مش عايزين نفتكس في حاجه. انا مش افتكاسه والله. ده البتاع ده الحاجات جميل. دي اساسيه. امنا معودانا عليها اساسيات، ما ينفعش ان احنا نبوظ النظريات يا بنتي. افتكسي في كل حاجه هتلاقي كل حاجه جميله. يا عم صلي على النبي. تعالى يلا اضرب. ايه ده؟ معلش ايه ده تعالى. لا حول الله يا رب. بصوا يا جماعه بقى فرمنا ولا طلع عليها امور. فرمنا ولا ضربنا ولا ايه؟ اي حاجه. احنا معلقه بقى من عندك. طبعا المقلي كتر الخل ازاي؟ اوفر قوي يعني بصراحه ربنا اوفر قوي في حكايه الخل ده. انت عشان نيجي بعد كده نحدق الحاجه اللي عباره عن ميه. لا 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 لا. الله. خلينا نغلق المطبخ. الله الله.
حاجه ولا في الخيال. اهم حاجه اللي فيه ليمون. وعلى فكره الخل ده يا حاجه بقى اللي انت ما تعرفوش من اساسيات شغل السمك، لازم يبقى فيه خل. امال الليمون الليمون من الليمون من ايه؟ من مش من اساسيات السمك. ماشي بس طالما حطينا ليمون ما كترش لا لا، الخل اهم حاجه. ليه بقى؟ عشان الخل بيضيع اي ريحه زفاره خالص في اي حاجه. ماشي طيب. نبدا بقى ايه السمك بتاعنا. تجيب لي الصينيه كده يا حاجه. ادي الزيت بتاعك. نحط كده شويه زيت. احنا عايزين ناكله النهارده مش ببصل ولا بطماطم ولا باي حاجه، عايزين ناكله كده ايه بالثوم كده بالدقه يعني بالزيت، يعني ماشي بالزيت كده في قلب الفرن وخلاص. هي قصدها كده يعني، من غير بقى اي اضافات تانية. نشرح انا بقى من الجناب من هنا. نتبل التاني اهوت معاكم. شغل بقى ايه، شغل فاخر. شكرا. ونحط له بقى الزيت وندخل ده على الفرن. حطه بقى على الزيت. تمام. انت مش عايزه اي حاجه معاه خالص؟ لا ولا قرن فلفل ولا قرن شطه ولا اي حاجه، هو مشوي كده ويبقى حلو. خلاص براحتك. بس حلو قوي كده. بصوا حبايبي بقى انا بشوي هنا على البوتاجاز بدنجانيه كده، عشان عايزه احط عليها شويه برده وشويه زيت كده ونظبطها. وقيت على الحله ديت وبقى لي هنا بدنجان. وقفت على الحله دي عشان خاطر عايزه اعمل شويه رز كده سمك، رز البصل كده حلو، او رز صياديه زي ما بنقول. عايز تعمل شويه رز؟ ماشي. عرفت يا معلم. حطيت شويه زيت، ننزل بقى ببصلايه كده مقطعه. البرد عامل شغل. انا جعانه يا جماعه، ببقى جعانه والله العظيم، ببقى زعلانه ومتنرفزه وكل حاجه، جعانه جدا. هنتنينا بقى نحمر في البصلايه لحد ما اللون بتاعها يبقى اصفر غامق. تعالوا بقى يا حبايبي، البصلايه بتاعتي كده غمقت خدت اللون الاصفر الغامق. ننزل عليها بالرز. نقلب بس البدنجان بتاعي كده. خلاص البدنجانيه اللي انا كنت بشويها استوت وخلاص رشاد بيقشرها على الحوض. نحط شويه دقه رشاد. ماشي. شويه دقه كده على الرز. نجيب الميه. بسم الله. ننزل كده. الدقه بتاعتي بقى فيها توم وفيها كل حاجه، مش محتاجه ان احنا نحطها اي حاجه تانية. والله ما تقوليش ده فيها خل ولا فيها ليمون، مش ازاي بالله العظيم بتخلي طعم الرز رهيب. نشيل بقى الباذنجان بتاعنا، خد اللون المظبوط اهو. بسم الله ما شاء الله. ونحدقه برضو بالدقه بتاعتنا. الدقه بتاعتنا النهارده بنعمل بقى كل حاجه يا حبيبي. شايفين ما شاء الله كده يا حاجه. حدقه بقى. ماشي. ننزل كده بالبطاطس. عشان بعد البطاطس هنحط السمك. تعالوا حبايب قلبي بقى، انا حمرت بطاطس كده. معلش انا كنت نسيت البطاطس خالص. حمرت الباذنجان الاول وبعدين البطاطس، لكن انا دايما بحب احمر البطاطس في الاول. الزيت بتاعها يبقى
ما ريحتوش اي حاجه. بس بصراحه نسيتها خالص، نسيت ان انا احمر بطاطس. رشاد اللي قال لي انت ما حمرتش بطاطس ليه؟ قلت له طب يلا قشر واحده اما نعملها بالمره. بحب كده اكل البطاطس مع البدنجانيه مع الرز. بعشق السمك مع الاكله دي. البطاطس بتاعتي خشاف كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين عامله ازاي؟ ورشنا بقى شويه كده يا رشاد. معايا بقى هنا الدقيق اهو، ونحط فيه السمك بتاعنا. قطعته نصين كده عشان خاطر ما تبقاش السمكيه طويله كده في الطاسه وتستوي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. احطهم كلهم ولا على مرتين؟ لا خلاص على مرتين عشان بتاع يتكلم معاك حلو. طيب ماشي. نقلب الرز بقى كده. بسم الله. اللون بتاع الرز عامل ازاي؟ بيرجع للون البصلايه. لو عملتها فاتحه بيبقى فاتح، لو عملتها غامقه بتبقى غامق. طبعا ما نحرقهاش ونقول ده احنا عايزينه غامق، لا كل حاجه كده بالاصول كده. بسم الله. يتقل حاجه. يتقل حاجه والله، يتقل حاجه. خلاص خلصنا حبايبي. قتلانه من الجوع والله العظيم، قتلانه كده من الجوع، جعانه جدا فوق ما تتصوروا. ادي السمك بتاعي اللي مشوي بالزيت والدقه. طبعا رشاد قلبه على الناحيه التانية وحط له من الدقه، يعني ما بيبقاش زي ما كده. رجلك يا رشاد ما كنت بتولعوا الفرن من فوق ومن تحت اهو. هذا الرز بتاعي يستاهل 10 منكم كده لكل وش يعني. شايفين الرز مفرفر ازاي او مفرفر ازاي؟ حبايه من حبايه والله زي العسل. وادي السمك المقلي كله برقلي. كله برقلي. انا بصراحه نفسي في المقلي قوي. وادي العيش، وادي الباذنجان المقلي برضه، وادي الطحينه والسلطه الحراقه والبارده، وادي البطاطس وعصير بقى برتقال، وادي الباذنجان اللي انا عملته بالثوم او بالدقه يعني وشويه الزيت. ده باذنجان مشوي. وادي طبعا الخضار والبصل، اهم حاجه على مع السمك. ادي الغدا بتاعنا النهارده. ايه رايكم فيه بقى؟ يا رب بعد الغدا بتاعنا جعانه. انا جعانه والله، ما اعرف اتكلم ولا كلمه فعلا، وانا مش قادر اتكلم. انا جعانه بقيت جوع خلاص. لو جيت اتكلم اكح. جوزي بصراحه والله العظيم وانا بعمل دلوقتي البقلي بالسمك كانت روحها هتطلع. بالله عليك سمي بنفسي. كانت روحها هتطلع. طلع وقف بره في الشارع عم خلصت عليه نجدلي. يلا الحمد لله والشكر لله على ربنا يجيبه كله. اهم حاجه اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش، وادعوا لنا كده في الكومنتات ربنا يزعل علينا يا رب. امين يا رب. عشان خاطر احنا بجد والله العظيم يعني ما بنتهودش خالص او ما بنخفش خالص من اللي احنا فيه ده. فالحمد لله احنا راضيين بقضاء ربنا. في ناس كتير بتقول لي يا اميره انت حياتك اللي على العلن ديت هي سبب التعب اللي انت فيه. بس انا يا جماعه حابه الموضوع، وحابه ان انا ابقى معاكم، وحابه ان يبقى ليا عيله كبيره يعني، عوض من عند ربنا كده. فربنا يديمكم نعمه في حياتي. شجعوني كده عشان ان شاء الله باذن الله نفسي تتفتح على التصوير كمان وكمان. يلا حبيب قلبي، اهم حاجه ايه؟ الله يهديك. السلام عليكم.